ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بصوا بقى، انا من اول رمضان ما عملتش قلقاس. فالقلقاس ده كان عندي في الفريزر، كنت جايباه وغسلاه ومنضفاه وشايلاه في الفريزر. نزلت بشويه ميه كده اول ما بداوا يخشوا في الغليان، حطيت معايا بصلايه طماطمايه وحدتين حبهان، ملح فلفل اسود. هنقول تاني، هنحط ملح فلفل اسود بصلايه طماطمايه فصين حبهان. عايزه تحطي مرقه، حطي مرقه، بس المرقه قبل الملح لان المرقه مالحه. فيا ريت لما تيجي تعملي شوربه وحابه انت تحطي مرقه، حطي مرقه الاول وقلبي ودوقي، وبعد كده حطي الملح. ده الكلام ده غير الصيام، احنا دلوقتي في الصيام. تمام. صفيتها زي ما انتم شايفين ونزلت بقى بالقلقاس بتاعي. هنا بقى هقول لكم ده حاجه عندنا في مصر، طبعا لصحباتي في السعوديه احب بس اقول لكم ده عندنا اسمه سلق، حاجه اسمها سلق. السلق ده عباره عن ورق اخضر كده عريض، وبيتحط معاه شبت وكزبره، وبيتفرم في الكبه ده بتاع القلقاس. هتشوفوه دلوقتي هقول لكم ازاي. تمام. انا صاحبتي صدقوا ما سالتهاش قبل كده انتوا عندكم قلقاس ولا لا، عايزه ابقى اسالها. ممكن يكون عندكم بس اطباق يعني متنضف جاهز. حطيت بقى ايه السلق بتاعي في الكبه بتاعتي، ومعاها شبت لان زي ما قلت لكم شبت وكزبره، بس انا النهارده ما عنديش كزبره، فحطيت شبت مش مشكله كله بيمشي. وحطيت معاهم فنجان ونص ميه. ليه؟ لان هي انا عايزاها تنعم تنعم عشان تنزل الميه اللي فيها. احنا بننعمها قوي 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 علشان في ميه كتير هتنزل منها، دي اللي احنا هنحطها على الشوربه بتاعت القلقاس. خليكم معايا واحده واحده وانتوا هتشوفوا. بصوا اتفرمت معايا، هفرم تاني واحط كوبايه ونص، فنجان من دي فنجان ونص من ده ميه. بصوا لما حطيت فنجان ونص ميه، شغلتها بقى على الدرجة العالية لحد ما نعمت معايا خالص، او انا عاوزة النعومية دهيت علشان دي اللي مليانة مية. تمام. هشيل بقى السكينة من الكبة والم بقى الدنيا كلها. بصوا نعمت معايا ازاي، كل دي مية، كل دي مية هتصفى دلوقتي عشان هتتحط على الشوربة بتاعت القلقاس. جبت بقى مصفى بقى بتاعت ستي وستك بتوع زمان بقى كده، وننزل بقى ايه بالسلق بتاعنا. تمام. ليه كذا طريقة يعني، ممكن مصفى اضيق من كده، ممكن حتة شاشة نظيفة تكون بتاعة الاكل بتاعة المطبخ تحطيها وتعصري قوي قوي هتنزل ميتها كلها. فالاول بضغط بالمعلقة انزل المية كلها على قد ما اقدر، وبعد كده ابدأ بايديا بقى. انا بحب اعمل بايديا، انا ما احسش ان الاكل طعمه حلو الا لما اعمل بايديا. ابدا بقى ايه كاني بعصر طماطم بايديا كده اهوت، اضغط. بصوا ضغطت عليها، نزلت كل الميه اللي فيها لحد ما بقت ناشفه. نزلي كل الميه اللي فيها لحد ما تبقى ناشفه خالص. ونزلت بقى بالميه بتاعتي على القلقاس، وتعالوا بقى نكمل ونشوف هنعمل.